السلام عليكم. تاني حلقة. أول حلقة طبعا كنا اتكلمنا على اللي هي كلية ألسن، وأنا اللي كنت اتكلمت عنها لوحدي. فالمرة دي هنتكلم عن كلية زراعة. وبصراحة عشان مش هو قاعد، يعني هو واحد ما كانش بيحب كلية زراعة قوي في الأول، صح ولا أنا غلطان؟ مظبوط صح. تمام. وبعد كده بقى ما شاء الله من الناس اللي هي متفوقة في مجالها أصلا، وبدأ كمان إن هو يعمل محتوى على كلية زراعة. فأنا مش عايز أتكلم بلسانه كتير، يعني أنا مش عايز أتكلم عنه كتير. هو بس إيه في الأول، ازيك يا عم علي؟ ازيك يا استاذ اسلام؟ عامل إيه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. المفروض إن أنت اتخرجت كده خلاص؟ الحمد لله تمام. تعال لنا بقى إيه من الأول خالص. تمام. بس في الأول عرفنا أنت مين يعني. انا اسمي علاء قباوي. طبعا زي ما انت قلت دخلت الكليه وانا ما كنتش حاببها خالص، وبسبب التنسيق. بس انا كنت يعني دي الكليه اللي كنت مستبعدها تماما. بس طبعا بسبب التنسيق لما جيت استبعد اشوف اخش ايه ومش هخش ايه، لقيت ان هي احسن حاجه موجوده. دخلت الكليه ولما دخلتها اكتشفت ان هي غير اللي انا كان في خيال او اللي احنا راسمينه في خيالنا عموما عن كليه زراعه الفلاحه بقى والكلام ده كله. لا، كلية زراعة من أحسن الكليات اللي موجودة، وأنا من وجهة نظري هي من كليات القمة دلوقتي. هي دلوقتي من كلية القمة، يعني أنا فاكر بالظبط. في السنة بتاعتي كانت واخدة من 94 أو 93%. يعني وبعيدا عن المجموع، يعني أنت سيبك من المجموع، لا فعلا كمجال شغل من كليات القمة والله. طيب خلينا ننقل لحتة تانية. بمناسبة بقى إن إحنا في ثانوية عامة والكلام ده كله، لما جالك أو لما عرفت المجموع بتاعك وعرفت إن أنت يعني ممكن إن هي كلية زراعة تبقى هي الخيار الوحيد ليك، ساعتها إيه الدنيا أو حسيت بإيه أو إن أنت؟ بص أقول لك، هي ما كانتش الخيار الوحيد. يعني أنا كان قدامي حسابات ومعلومات. تمام. من حسابات ومعلومات لو حد جيت أي بني آدم طبيعي تغيره بين حسابات ومعلومات وزراعة، هيروح لحسابات. حسابات ومعلومات. طبعا. أنا اخترتها لأنها طبعا احنا عايشين في بيئة زراعية، احنا في محافظة البحيرة. بيئة زراعية، وانت المجال كله حواليك بكل قطاعاته، سواء قطاع الأغذية، قطاع الإنتاج، الجودة، كل الكلام ده موجود حواليك. فانت شايف كل حاجة الصورة كاملة، عكس لو رحت ناحية مثلا حد في المدينة أو حد يعني بعيد عن المجال شوية. اللي هم فاهمني؟ الحتت اللي في القاهرة والجيزة والكلام ده. بالظبط. فاخترتها لأن لما أنا دورت واكتشفت يعني أخش فيها، انت كلية زراعة لو عايز تكبر فيها ملهاش ليميت، ملهاش سقف. على عكس كلية حسابات ومعلومات شغلها ايه، محدود شوية في فريلانسنج وبتاع وكلام من ده. فالكلية أنا دخلت الكلية حبا في المجال، وإن أنا عايز مجال يكون قابل إن أنت تكبر فيه. على عكس مجالات تانية هي ليها ليميت ما تعرفش تعديه. فاهم قصدي؟ فهمت. بس ده اللي خلاني إن أنا أخش أختار الزراعة يعني من وسط الكليات دي كلها. طيب حلو. السؤال اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل ما تمام نصور. تمام. الناس لما بتسمع كلية زراعة دول فلاحين. انا عايز اعرف ايه الدنيا في الموضوع ده. بص لان انا واحد من الناس اتقالت لي انا كنت هقدم زراعة، كنت جالي ان انا اقدم زراعة وبتاع، بس فضلت مجال اللغات عنها. ماشي. وانا يعني بختار وبتاع كلية فلاحين بجد. فهو ليه دي سمعة طالعة. بس أقول لك على حاجة، زمان كانت الزراعة يعني الموضوع جه من البداية خالص. الأول كانت الزراعة يعني أيام جد وجدك والناس دي، كان هو الواحد بيبقى مثلا عنده قطعتين أرض بالفاس العصرية، شوية شغل ري بتاع، ينزل يفلح فيهم زي ما بيقول. ايوه. دلوقتي الكلام اختلف خالص. دلوقتي انت عندك قطاعات كتير وشغل نظافة وشغل تصدير واستيراد. دكاترة دلوقتي يعني في دكاترة بيسيبوا مجال الطب والهندسة ومهندسين وبيخشوا في الزراعة، لأنها ما بقتش شغل الفلاحة بتاعت، بقت دلوقتي مؤسسات ومشاريع كبيرة خالص قايمة على الزراعة. فاهم قصدي؟ ما بقتش مصطلح الفلاحة بتاع زمان ان انت فلاح. هو في ناس لحد دلوقتي كده في الاقاليم والاماكن الصغيرة، في ناس لحد دلوقتي كده. بس لا، المصطلح ده ما عادش زي ما قلت لك في فئة كده، وفي فئة اللي هي شغالة ايه في مؤسسات واماكن كبيرة، وتقدر ان انت تشتغل مهندس زراعي بقميص وبنطلون وبنظافة والدنيا كويسة معاك. فاهم قصدي؟ تمام. فالمصطلح ده يعني ايه، جرى عليه الزمن زي ما بيقولوا. طيب ويمكن اللي راجع مخلى الحتة دي يعني مشهورة أو انتشرت الفترة اللي فاتت أو منتشرة على طول، يعني حتة إن أنت لما تيجي تقدم زراعة، اللي مش لاقي حاجة بيقوم داخل زراعة. فاهم قصدي؟ دي كانت الفترة اللي فاتت. فاهم قصدي ازاي؟ فيمكن دي عملت حتة الفلاحين دي شوية. بس يعني هي بص، عشان حتة المجموع، هي مجموعة عشان قليل شوية. فلما تيجي تحطها في وسط كليات كتيرة، يعني مثلا كلية تجارة، كلية آداب، كليات زي كده، بتلاقي ان شغلها يعني ايه، مش يعني شغلها محدود شوية. يعني كلية التجارة تلاقي مثلا محاسبين، شغل بنوك، وعشان توصل مثلا حتة البنك زي كده عايز وسايط بقى والكلام ده. فاهم قصدي؟ تمام. فشغل الزراعة عشان مجالاتها متنوعة وكتير جدا،
انت عندك الجودة، عندك الانتاج، عندك الدواجن، عندك السمك، هنرجع مجالات كتيرة للتخصصات. جدا. هنيجي للتخصصات فاهم؟ دلوقتي. يعني انا عرفت ان انت في سبا باشا، امم تمام، وعارف برضو ان سبا باشا الشغل فيها بالانجليزي. سبع باشا اقسام واقسام. في اقسام. الاقسام اللي هي الكريدت مم. دي بالانجليزي، تمام. الاقسام العام بالعربي. طيب. عندك الناحية التانية في هي زراعة اسكندرية فيها كليتين، سبع باشا والشاطبي. تمام. الشاطبي بقى فيها قسم زراعة انجليزي، يعني ده بتخشه بس من الشاطبي من جامعة اسكندرية نفسها. سبع باشا اقدم. تمام. الزراعة الانجليزي فيها في الاقسام اللي هي الكريدت، الاقسام الخاصة. فاهم قصدي؟ تمام. طيب، انا واحد من الناس ما اعرفش في مجال الزراعه كتير. تمام. ايه الفرق لما انا ادرس مجال الزراعه بالانجليزي او بالعربي؟ هل النبات من هنا لهنا بيختلف؟ لا طبعا بيختلفش الفرق. الماتيريال هنا وهنا واحدة. تمام. الفرق في لغة الماتيريال نفسها. تمام. في زراعة انجليزي انت بتدرس كل حاجة بالانجليزي، فده طبعا بيأهلك وبيديك فرص انك تشتغل في شركات دولية، تسافر بره. كل الكلام ده بيفتح لك فرص انك تشتغل، عايز تشتغل في كيانات كبيرة او اللي هم مهتمين بحتة اللغة قوي. انما الماتيريال هي مفيش فرق في الماتيريال، نفس الحاجة زي التجاره انجليزي وعربي. بالظبط، نفس يعني الفكرة. هو نفس نفس المواد، الفكرة بس انت هنا بالظبط. الشغل انجليزي بالظبط. وهنا الشغل عربي. طبعا اللي عايز بقى الزراعة عربي ويخش عايز يشتغل في الكيانات اللي هي الكبيرة دي برضه مفيش مشكلة خالص، بس هتطور من نفسك في حتة اللغة دي على جنب لوحدها. فاهم قصدي؟ تمام. انما الماتيريال واحد، اللي هنا هو اللي هنا. طيب تمام، حلو. نيجي بقى اول ما تخش، ايه التخصصات اللي لقيتها قدامك؟ وهل اصلا التخصصات دي انت بتختارها من اولى، ولا انت في اولى الدنيا بتبقى؟ لا طبعا، لا طبعا. التخصصات انت بتخش سنة اولى طبعا، بتخش تايه مش عارف مكان مدرجات اصلا. ايوه تمام. اي بتخش كليه كده، اي انت كلية بتقعد تلف. بالظبط. انت بتخش اول حاجة بتدرس سنة اولى، بتدرس مواد عام. تمام. كل التخصصات، حتى ممكن تدرس حاجات اصلا ملهاش علاقة بالزراعة، زي مثلا مواد الاقتصاد والاحصاء وساعات رياضة وانجليزي. بس الكلام ده كله بيأهلك انك تطلع مهندس متكامل، يعني هو عارف كل حاجة مش بس تخصصات الزراعة نفسها. طبعا بتخش سنة اولى وتانية ديت سنتين عام. تمام. بتخش سنة تالتة بقى موضوع الشعبة. وفي كليات أو جامعات بتخش سنة رابعة تخصص، وفي كليات زي سبا باشا هو شعبة من سنة تالتة وخلاص، على كده بتكمل عليها تالتة ورابعة. فاهم قصدي؟ يعني في كليات انت بتبدا التخصص بتاعك من ثالثه. هو أنت كده كده التشعيب من تالتة، تمام. وبتيجي رابعة تتخصص. ماشي. وفي كليات ما فيهاش تخصص رابعة، يعني أنت بتاخد الشعبة وتكمل عليها. تمام. لأن الشعبة بيبقى فيها كذا تخصص جواها. في كليات بتركزك في سنة رابعة انك تاخد تخصص او نقطة معينة تركز تفوكس عليها جامد. وفي كليات بتكمل شعبة وبتدرس كذا حاجة مع بعض زي سبا باشا. هديك مثال، انتاج نباتي مثلا جواه محاصيل وفاكهة وخضر. تمام. دي تخصصات مختلفة، يعني الفاكهة حاجة والخضر حاجة. في كليات احنا عندنا خدنا انتاج نباتي في تالتة وخلاص، انت انتاج نبات تالتة ورابعة انت بتتخرج قسم انتاج نباتي. في كليات تانية انتاج نباتي قسم خضر تمام. في رابعة، انتاج نباتي قسم فاكهة، انتاج نباتي قسم امراض نبات. فاهم قصدي؟ بس دي الفكرة في الموضوع. طيب، تعرف تقول لي ايه التخصصات اللي مشهورة؟ يعني انا مش عايز كل التخصصات، بس تمام يعني تمام التخصصات تمام. اللي هو ايه انا اقدر منها ان انا بعد ما اخلص يكون قدامي كذا حاجة ان انا اختار ما بينهم. الحاجات الشائعة يعني. عندك انتاج نباتي، عندك تخصص امراض نبات، عندك الفود سيفتي يعني مطلوب جدا في الجودة والمصانع والشغل دوت. عندك طبعا الانتاج الداجيني، ده شركات كبيرة ومؤسسات كبيرة شغالة على الانتاج الداجيني والسمكي. عندك الانتاج الحيواني، مزارع المواشي والكلام ده كله. ماشي. عندك الزراعة المحمية، الصوب. فاهم قصدي؟ تمام. كل دي تخصصات موجودة ومشهورة. طبعا أشهرهم طبعا الإنتاج النباتي وأمراض النبات. في المكان اللي احنا فيه في أماكن تانية بتلاقي تخصصات تانية مشهور أكتر، مطلوب أكتر. في المدن الفود سيفتي، مجال حماية الأغذية أو جودة الأغذية، مهندسين جودة. عشان المصانع في المدن زي ما أنت عارف. في المنطقة اللي احنا هنا الزراعة أكتر، الزراعة الأفقية عموما أكتر من اللي هي الأماكن التانية الصناعات والكلام ده. طيب، حلو. انا بيزيد احترامي للكلية دي كل شوية. يعني في لا حاجات هي كلها جميلة. في حاجات انا اول مرة اعرفها. لا كلها جميلة. طيب، من وسط التخصصات دي كلها انت لو هتختار تخصص واحد يعني تخلي الناس كلها تدخله؟ بص أقولك على حاجة، حتة التخصصات أنا نصيحتي للناس ما تخشش تخصص صعب. تخصصات في كلية الزراعة بالذات زي ايه الناس ما تعرفش؟ ما هي هقول لك انت التخصصات كلها هقول لك ايه، كل تخصص ايه الميزه اللي بتميزه. حلو، ماشي. بس انت دلوقتي
خش تخصص سهل وشائع يبقى مطلوب كل الناس طالباه، وركز في الحاجة اللي انت عايز تتخصص فيها بره الكلية عموما مش هتديك كل حاجة. يعني تمام. انت هتاخد لو دخلت مثلا انت شغوف مثلا بالمكافحة وامراض النبات، حلو. دخلت يا عم قسم امراض النبات. قسم امراض النبات من اصعب الاقسام الموجودة في كلية الزراعة. تمام. هل انت هتتخرج هتكتفي بانك خدت قسم امراض النبات تخش تشتغل مهندس مكافحة؟ لا، في حاجات تكميلية لازم تاخدها من بره. تمام. فعشان كده بقول لك ما تتخصصش في قسم صعب، خد قسم سهل تجيب GPA محترم، تقدير محترم، وكده كده الحاجات التكميليه والخبره هتاخدها من بره مش من الكليه، حتى لو دخلت القسم اللي انت هتتخصص فيه. تمام. تمام. انا من وجهه نظري من احسن الاقسام الموجوده قسم انتاج نباتي، قسم امراض نبات، وقسم فود سيفتي للناس اللي في المدن. لو انت مثلا بنت او كده، طبعا شغل البنات الطلوع بره والكلام ده صعب، هيبقى صعب. قسم فود سيفتي دي والزراعه المحميه برضو كويسه. حلو. تمام. تمام. طيب خلينا بقى ايه ننقل لحاجة تانية، بما ان احنا بنتكلم عن التخصصات والصعوبة والكلام ده كله. تمام. يعني هل انا واحد داخل زراعة لازم اكون كويس في الكيمياء والاحياء، ولا الموضوع عادي؟ مش لازم كده كده، احنا بنبقى طبعا اغلبنا متخرجين من ثانويه عامه وعندنا اساسيات الكيمياء وعندنا اساسيات الاحياء. بيبقى عندك الاساسيات بتخليك تعرف تتعايش مع المواد، لان طبعا الاحياء عندنا فيسيولوجي في الزراعه ماده من اتقل المواد الموجوده. الكيمياء عندك قسم مبيدات واسمده، محتاج تمام. الكلام ده اساسيات بيزكس بس، مش هتحتاج تتعمق فيهم يعني. فمش هتبقى مشكله قوي لاي حد دخل الزراعه ان هو محتاج كيمياء واحياء. يعني لو حد مثلا ضعيف في الكيمياء والاحياء فحوار هيتعايش حتة عادي، الزراعة دي هيتعامل. هيتعايش مع الموضوع عادي، مع المادتين عادي دول خالص، عادي، مش هيأثروا عليه لا في مش حاجة. هيأثر في حاجه. طيب حلو. حلو الكلام ده كله. حلو. طيب آه يعني لو جينا ننقل على حاجة تانية كعلي في التخصص اللي هو فيه اللي هو الإنتاج النباتي، تمام. إيه أصعب حاجة، أو خلينا نتكلم إيه أصعب حاجة في الكلية عموما من ناحية مواد أو تعامل أو دكاترة أو تعامل أصلا مع الناس والشركات بره؟ بص هقول لك، خلينا في الكليه الاول. أنت كده كده اتعاملت مع شركات بره كتير. تمام. تمام. خلينا في الكليه. تمام. الكلية اللي بيحدد هي كماتيريال زراعة وكمعلومات وداتا بتاعت كلية زراعة من أصعب الكليات اللي ممكن تشوفها في حياتك. تمام. كمادة علمية صعبة جدا. أيوه أنت بتتكلم في فيسيولوجي ده بتاع الطب أصلا وكيمياء صعبة جدا. وأحياء برضه. اللي بيتحكم في حتة الصعوبة والسهولة هو حتة الطالب نفسه، ومثلا الدكاترة بتاعت الجامعة. يعني في طالب بيبقى داخل الكلية مش حاطط في دماغه قوي، فبياخد الكشور كده وبينجح وبيعدي. في طالب تاني عايز يتعمق ويذاكر ويجتهد ويشتغل فعلا، لا الموضوع بيبقى محتاج منه شوية جهد. تمام. نيجي لناحية الدكاترة، انت ممكن يبقى عندك مادة سهلة ودكتور يعني بيحب يصعب امتحانات شوية، بيحب يركز في الامتحانات فيخليك المادة السهلة دي صعبة. فاهم قصدي؟ فاهم. عندك العكس الناحية التانية، ممكن تبقى مادة صعبة ودكتور هو بيحاول يسهل متساهل على الطلبة فتبقى المادة سهلة. فالحتة دي اللي بيحددها على حسب الكلية وحسب المكان وحسب الشخص نفسه الطالب نفسه. فاهم قصدي؟ تمام. طيب بالنسبة بقى للشركات اللي بره أو التعامل مع الشركات اللي بره، يعني مثلا علي متخرج وهو كان بيدرس زراعة بالإنجليزي. تمام. أنا متخرج وبدرس زراعة بالعربي. تمام. الفرق ما بيننا مش بسيط يعني، أو اللي متخرج ومعاه زراعة بالعربي في حتة شوية إن هو فاهم الدنيا شوية أكتر من اللي معاه إنجليزي. تمام. هل دي بتفرق، ولا إن هو أنتوا الاتنين زي بعض وإحنا لسه هنشوف والكلام ده كله؟ ما أنا قلت لك انت بتتخرج من زراعة انجليزي انت جاهز ومؤهل انك تشتغل في شركات دولية. تمام. تمام. زراعة عربي بيبقى ممكن لو واحد عنده مثلا حتة الانجليزي كويسة، الانجليزي في تخصصات الزراعة، الانجليزي طبعا أيوه فاهم كذا قصدي؟ كذا تخصص. فالانجليزي في تخصص زراعة كويس هيبقى نفس الكلام، والاغلب ما بيبقاش نفس الكلام. الاغلب بيبقى هو دارس بالعربي فهو المعلومات اللي عنده بالعربي، فهو ما بيبقاش مؤهل ان هو يشتغل في الشركات اللي هي الشركات الكبيرة، شركات محلية اغلب شغل. على عكس اللي هو زراعة انجليزي بيبقى مؤهل يشتغل في شركات دولية اللي هي اصلا مش كتيرة. بس انت عندك انك مؤهل انك تشتغل في شركات دولية او تشتغل برا مصر او تسافر والكلام ده اول ما تتخرج، دي ميزة طبعا مفيش كلام. فاهم قصدي؟ يعني انت الفرق ما بين بس زراعة انجليزي وعربي، هما الاتنين نفس المواد في الكلية وكل حاجة. الفرق ان بتاع زراعة انجليزي ممكن ان هو يشتغل في شركات محلية او شركات بره مصر. بالزبط. دي مفتوحة له ودي عندك مفتوحة له، دي مفتوحة له ودي مفتوحة له. انما بتاع زراعة عربي مفيش غير شركات محلية بس. بالظبط الاغلب، الا اذا بقى ان هو طور نفسه هو في حتة طبعا نفسه على الانجليزي جنب. بقى والكلام ده بالزبط. كله بره الكلية اصلا. بالظبط. حلو. حلو والله كويسة، يعني كويسة. طيب
سؤال خلينا نحط فرضيه. ماشي. انا دخلت كليه زراعه بس مش عجباني مجالات الشغل بتاعت زراعه. ممكن ان انا اتجه مثلا، في ناس بتتجه لحته التدريس تمام. من زراعه، بيتجهوا لحته التدريس بقى سواء في المدارس الزراعيه او الكلام ده كله. في ناس تانية بتتجه لتدريس اللي هي ماده العلوم. فاهم قصدي؟ ان هو كده كده اصلا كان بيتعامل مع كيمياء واحياء والكلام ده كله. فلو انا مثلا داخل كليه زراعه ما حبيتهاش ولا كنت قابل بيها اصلا، ومجرد ان انا ماشي كده مع المجتمع اللي هو انا بنجح وخلاص. تمام. ايه مجالات غير مثلا زراعه لو انا خريج زراعه ممكن انا ادوس فيها؟ خلينا متفقين الاول ان انت لو شايف كليه زراعه وحشه، انت ما تعرفش يعني ايه زراعه. تمام. انت لو انت فعلا شايف الكليه ان هي مش كويسه، انت ما دخلتش وما عرفتش، ما تعمقتش في الموضوع وما عرفتش ان الكليه دي ايه ابعادها او ممكن ايه المجالات اللي تشتغل فيها. تمام. كليه زراعه من اكتر الكليه اللي فيها مجالات شغل، وكل الفئات، اللي عايز يشتغل بنظافه يشتغل، اللي عايز يتبهدل اللي هيشتغل فيها، سيلز فيها، بلانت برودكشن فيها فود، فيها كل حاجه. من اول اقل حاجه واللي دماغه جايه في البهدله لحد اللي جاي يقعد على مكتب ونظافه. تمام. فاهم قصدي؟ فانت لو عايز تطلع بره المجال، انت كده ما تعرفش حاجه عن المجال. فاهم قصدي؟ فهمت. طيب لو انت مثلا حد هو خلاص قفلت معاه، هو مش عايز زراعه. تمام. ندخلها مثلا ان هو مجموعه جابه او ارضاء لاهله ممكن او تعمل دبلوم التحاليل وتشتغل في معمل تحاليل. ماشي. ممكن تفتح معمل تحاليل تربه، ده حاجه تانية. ده شغل برضو يعني، ده حاجه تانية موجوده. دي الحاجات اللي هي ايه يعني، ممكن تكون بعيده شويه سنه عن زراعه. انما يعني عايز تطلع بره، حول كليه تانية. يعني انا ممكن اطلع دكتور تحاليل من كليه زراعه؟ طبعا. والله. ده بجد؟ والله بجد. بتعمل دكتوراه وبتاع والكلام ده كله؟ بتعمل دبلومه تحاليل وبتشتغل تفتح معمل تحاليل. استنى، دي فتحت في دماغي حاجه تانية. دكاتره الاغذيه او دكاتره التغذيه اللي هم بيعملوا لك دايت والكلام ده كله ممكن يكونوا متخرجين من زراعه؟ هو ملهاش علاقه بالزراعه، يعني في حاجه اسمها بلانت نيوتريشن، دوت تغذيه نباتيه. تمام. زي ما انت قلت لي علوم دي، في علوم نباتيه وعلوم حيوانيه. علوم حيوانيه طبعا مختصه بالبني ادمين، علوم نباتيه دي مختصه بالنبات. انت بتدرس حاجه وتدرس حاجه، يعني ده ما يتقالش عليه علوم وده ما يتقالش عليه، يعني ده قسم وده قسم تاني. نفس الفكره في تغذيه نبات وتغذيه حيوان. فاهم قصدي؟ تمام. فالتغذيه اللي هي التانية دي انت بتدرس اناتومي للبني ادمين، وشغل بقى ايه على البني ادم نفسه، مش على النبات. النبات حاجه تانية. تمام. الاتنين مش تغذيه. فاهم قصدي؟ وصلت، الحمد لله ان هي وصلت. لان كانت عامله حوار ان حد يكون دكتور تغذيه مثلا وهو اصلا خريج زراعه، اللي هو طب ايه جاب القلعه جنب البحر؟ ما بالظبط. دي اللي ما كنتش واصل. لا. طيب انا طالب خلصت ثانوي وجالي كليه زراعه، تمام. اعمل ايه؟ جالك كلية زراعة. تبدأ من الأول خالص. أنت قدامك فرصة حلوة أحسن من حد خلاص قرب يخلص. تمام. قدامك فرصة تاخد كورسات. أول حاجة أساس تطور نفسك في اللغة، اللي هي اللغة التانية الإنجليزي. تمام. تاخد كورسات في تحاول تعرف عن كل حاجة. أنت طبعا داخل كلية مبهمة بالنسبة لك، حاجة مجهولة. ايوه. انت ما اشتغلتش، ما تعرفش مجالات الشغل بتاعتها، ما تعرفش ايه الصعوبات اللي هنا وايه الصعوبات اللي هنا، ما تعرفش انت شغفك رايح فين، انت حابب ايه. فانت تحاول تفهم في كل حاجه وتجرب كل حاجه في الاول، عشان تعرف توجه طاقتك كلها فين في المجال اللي انت هتحبه واللي انت حابب تكمل فيه. تمام. ده رايي. تمام. عشان ما تقعدش ان انا مثلا اخش اسمع ده قسم بايو تكنولوجي، ده قسم حلو خالص، اخش بقى والذره والجيناتكس والكلام ده كله. فاهم قصدي؟ طب انا هخش عشان هو اسمه حلو والمصطلحات اللي جواه حلوه، ولا اخش عشان انا فعلا الحاجه دي حبيتها وعارف ان انا انتج فيها وادي فيها؟ فاهم قصدي؟ فانك تخش في الاول تجرب كل حاجه، وبعدين تشوف هتاخد انه طريق وتبدا تشتغل عليه وتطور من نفسك فيه. فاهم قصدي؟ طيب حته البايوتكنولوجي دي كله بيفضلها، يعني في واحد صاحبي دخل بايوتكنولوجي دي وكان بيعاني في الموضوع لان كل دراستهم تقريبا بالانجليزي، صعب جدا، مفيش عربي خالص، والماتيريال نفسه بتاعت القسم صعبه جدا. صعبه جدا جدا يعني. فاهم قصدي؟ فهو كان بيعاني. يعني شاوت اوت لمحمد علاء يعني هبعتها لك. حته بقى البايوتكنولوجي. طيب انا واحد مثلا دخلت بايوتكنولوجي خلاص. تمام. انا لبست ودخلت بايوتكنولوجي. ماشي. وما عنديش رفاهيه ان انا اسيبها، يعني ادخل فيها سنه وبعد كده اسيبها واقوم داخل تخصص تاني.
تمام. ازاي ممكن اكمل في الحاجه دي؟ هل في مثلا كورسات بره ان هي تشغلني في الحاجه دي احسن، او ان انا لازم اتعايش مع الموضوع وخلاص اعدي سنيني؟ بايو تكنولوجي ليها علاقة بالاستنساخ والجيناتكس والكلام ده كله. فانت ممكن في شغل طبعا معامل الانسجه ده شغل حلو جدا يعني. ماشي. ولو انت اتجهت المجال ده انا شايف يعني انا كعلي بحترم المجال ده جدا. في شغل كويس وفي مجالات كويسه ومجال متاح برضه مش اللي هو محدود. فاهم قصدي؟ فلا مجال مش وحش يعني. بس انا بكلمك كدراسه انك مش محتاج الكلام الكبير قوي اللي بتدرسه في الكليه ده في الشغل العملي. فاهم قصدي؟ فاهم. انت مش محتاج كل اللي بتدرسه والبهدله دي كلها في الشغل العملي. فما اروحش القسم عشان اسمه. تمام. انا ممكن شويه تعليم بره في معمل انسجه مش عارف تدريبات كلام من ده. هطلع هبقى زي اللي متخرج من بايوتكنولوجي حتى لو انا مثلا قسم امراض نبات قسم انتاج نباتي ايا كان حتى لو فود سيفتي كمان. فاهم قصدي؟ تمام. حلو. طيب انت بالنسبه لك في الكليه ايه اللي كان اصعب بالنسبه ليك انت؟ حته ان انت بتحفظ المواد نظري او بتمتحن فيها نظري، ولا حته العملي كعالي نفسه؟ لان اكيد عندكم عملي طبعا. طبعا هي كلها عمليه اصلا. طيب كحته المواد نظري افضل ولا من ناحيه العملي؟ خلينا نقول واقعيين شويه. هو ما ينفعش تستغنى عن واحده فيهم. لازم الاثنين مع بعض. لازم كده الاثنين مع بعض. لازم الاثنين مع بعض بيكملوا بعض. بس طبعا انا بالنسبه لي كنت بحبش النظري. بحب العملي اكتر. بحب التطبيق. بتكره الحفظ بحبش الحفظ والكلام ده. والحوارات دي بحب كلها. التطبيق احسن. طيب ايه اللي عليه النسبه الاكبر؟ لا طبعا النظري. احنا كان عندنا النظري عليه 60% والعملي عليه العملي والشفوي والكلام ده كله عليه 40%. يعني الجي بي اي اصلا معتمد معظمه على على النظر. بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله. طيب عادي. انا كنت بكره النظري وكانت الكليه عندي كلها نظري، ما كانش فيه غير شفوي حاجات بسيطه بس كنا بنتعايش مع الموضوع يعني. انت كده بتتاقلم من اول سنه. انت خلاص بتخش بقى بتعرف الدنيا ماشيه ازاي بتتاقلم خلاص. طيب اللي انا عرفته ان علي لما جات له نتيجه الثانويه العامه ما كانش موافق بيها او ما كانش راضي عنها. كان حاسس ان هي مش مجهوده. تمام. الفترة بقى اللي هي من فترة ان انت من بداية ما جاتلك نتيجة الثانوية العامة لحد ما قدمت، ازاي اتعاملت مع الحتة دي؟ لان احنا حاليا لسه نتيجة الثانوية العامة ما طلعتش. تمام. فازاي اتعاملت في الحتة دي لما حد مثلا لا قدر الله ان هو يجيله النتيجة بتاعته مثلا ما كانش مبسوط بيها او حاسس ان هي قليلة؟ الموضوع النتيجة انت كلنا طبعا بيبقى اللي حاطط حلم معين وما بيجيلوش بيقع فاهم. ايوه بتاخد لك اسبوع كده انت مش دريان. الناس يعني الاسبوع ده اللي هو البطل اللي بيقعد اسبوع وبعدين يفوق ده. فالكلية انا طبعا كنت مركز خلاص. انت بقيت في امر واقع. جبت 73%. كان حلم كلية اسنان كانت بتاخد من 89 ساعتها او 88. فاهم قصدي؟ كنا اول سنة في دفعة التابلت. فخلاص انت بتتعايش مع اللي انت فيه بقى وبتحاول تشوف حلول. فاهم قصدي؟ بدأت طبعا اشوف الكليات وزي ما قلت لك احاول ان انا استبعد واشوف احسن اختيار ليا ايه واتجه ليه بقى اختار في التنسيق بقى والكلام ده. فاهم قصدي؟ تمام. طيب من الفترة دي بقى اللي هي فترة ان انت من اول ما خلصت امتحانات لحد بداية اللي هو لحد ما جات لك النتيجة، هل مثلا تفضل ان حد يعني انا وجهة نظري انا ما بحبش حد ان هو يدور في الكليات دلوقتي. تمام. انا لما حد بيسألني اتبسط واعمل اللي تعمله عشان انت دوست واحد محارب. عشان انت لما تجيلك النتيجه احنا لحد دلوقتي مش عارفين انت ايه اللي هيحصل. اتبسط واعمل اللي انت عايز تعمله. انت تنسى الامتحانات وتنسى الثانويه عامه اصلا باللي فيها كده لحد ما النتيجه تبان وبعدين نفكر بقى هتعمل ايه. الفتره دي انت بنبقى طالعين اصلا منهكين. مفيش طاقه. اتبسط وخلص المصيف واخرج مع اصحابك واعمل كل اللي تقدر تعمله. بالظبط. حلو. كليه زراعه ما شاء الله. لا هي كلية أنا زي ما قلت لك أنا من وجهة نظري هي من كليات القمة حاليا. الواقع إحنا أصلا مصر دولة زراعية بشكل يعني ب70% تقريبا. إحنا دولة صناعية معتمدين على الزراعة ب70%. تمام. يعني مقارنة بالقطاعات التانية الصناعة والتجارة والكلام ده. وكمان التوسعات والدولة وتوجه الدولة وتوجه المستثمرين مش الدولة بس. المستثمرين بدأوا يتوجهوا بشكل كبير للزراعة ومساحات كبيرة جدا بتتعمل وشغل المبيدات مطلوب بشكل كبير جدا بسبب ان الزراعه زادت والمساحات زادت والامراض زادت بسبب الجو والظروف الجويه. تمام. وان التربه كمان اغلب تربه مصر استنزفت كعناصر وكخام. التربه استنزفت فبقت محتاجه مغذيات ومحتاجه شغل اكتر.
محتاجين مهندسين، محتاج الجو اللي موجود ده مثلا محتاج مهندس انتاج نباتي فاهم. مش هو هيعرف انتوا نطبق الكلام بتاع زمان اللي هو كنت ألف به وكله بيخش يشتغل نفس الأسلوب. لا، الأسلوب دوت الوقت اللي احنا فيه عايز مهندس فاهم فيسيولوجي، فاهم أمراض نبات كويس، فاهم كل حاجة مظبوط عشان يعرف يتعامل مع الظروف اللي احنا فيها من كل النواحي. طيب انتوا ككلية زراعة بتتأيد تبع هندسة نقابة المهندسين ولا بيكون لكم نقابة لوحدكم؟ لا، في نقابة اسمها نقابة الزراعيين، تمام. دي دي بتبقى بره دي نقابة النقابة. لوحدها مم. ملهاش علاقة بنقابة المهندسين. مم. ديت نقابة مستقلة يعني. طيب حلو. طيب احنا تعبناك. يا باشا اتشرفت بيك طبعا، واتشرفت بالبودكاست الجميل ده. لسه في مرحلة التطوير. ما أنا كل بقول لك حاجة كل اهم حاجة حاجه ان احنا نقدم اهم حاجه الحاجه اللي احنا بنقدمها ان هي تبقى مفيده. سيبك من حته التطوير بقى والكلام ده طيب كله. هتكلمنا عن حتة بقى زراعة بتفصيل أكتر. احنا عايزين نعمل حاجة لليوتيوب خاصة بيك انت. تمام. هتعمل امتى؟ انا فعلا انت عندي خلصت انت عندي خلصت وبقيت فاضي. انا عندي تشانل على اليوتيوب، بس مش مهتم بيها اول الايام دي مم. فاهمني. بس ان شاء الله في كورسات وفي فيديوهات بتتجهز، وفي يعني كلام جامد قوي بتجهز، وهنبدا نركز مع اليوتيوب شويه الفتره الجايه. طيب حلو. هو اللي قال. لا، واعده خلاص، واعده خلاص. كده كده اللينك بتاع القناة إن شاء الله هنحطه تحت. ان شاء الله ندخل باذن نشوف الله. اللي هو الفيديوهات اللي بينزلها. ويعني ده كان كل حاجة أو معظم الكلام عن كلية الزراعة اللي عرفنا إن إحنا نفصله. فلو أنت طالب في ثانوية عامة استمتع بس ما تعملش أي حاجة تانية. اتبسط، اخرج، اعمل كل حاجة نفسك فيها، عشان لما تيجي النتيجة لو ما كنتش يعني راضي عنها الموضوع هيبقى صعب. ان انت تقدر تعمل الحاجات اللي انت بتحلم بها دلوقتي بعد النتيجة هيبقى الموضوع صعب. فاحنا تعبنا الباشمهندس علي معانا. انا اتشرفت بك يا سلم والله. الله يخليك. ويعني ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون يعني حلقة برضو عن كلية تانية وضيف جديد. وتشرفنا بيك يا استاذ علي. انا اتشرفت اكتر بيك. الله يخليك. انا يعني ان شاء الله نشوفك انا اتبسطت والله بالكلام دوت، وان احنا فعلا يا رب نكون الناس تستفاد، وان احنا نكون قدرنا نقدم حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله. ونشوفك كده ان شاء الله في شركة دولية ان شاء الله باذن بدل الله. الشركات ادعي لنا بقى. المحلية. حبيبي. ادعي لنا. الله يخليك. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية. سلام. سلام.